ايه يا حبيبي منك له؟ هو ريال مدريد من امتى هو بيدعم بتوع الالوان؟ يعني الاداء اللي الواحد شافه منكم في الماتش كله وفي الشوط الاول بالذات، ده اداء بتوع الالوان يعني واللي بيدعموهم بصراحه. والواحد مش مستريح للموضوع، وانتوا في امريكا ام الالوان كلها، ففي حاجه غلط في الموضوع. عندنا ابن فايزه وحنكش قدام مش مظبوطين بصراحه. الواحد مش عارف يعني لو انتوا بالاداء ده او بالشكل ده الواحد مش هيعتمد عليك ولا عارف يعتمد عليكم بصراحه، يعني حتى من الموسم اللي فات ابن فايزه مبهدل الدنيا، وحنكش خلاص. حنكش كان بيقول لنا في اول الموسم بعد ما البالون دور راحت منهم، بيقول لهم هم مش مستعدين للمزيد. مزيد ايه يا ابو مزيد؟ ما تخليش الواحد يتكلم على الاداء الزفت اللي انت بتقدمه لنا ده. وابن فايزه ماشي على سطره وسايب 100. يعني انا مش فاهم. خلاص ده عثمان ديمبلي حسم احسن لاعب في العالم، حسم البالون دور يا حنكش. والله بامانه تستحقها يا عثمان بشنبك الحلو ده. انت ناقصك التوب الصعيدي واضرب لك تعظيم سلام. ربنا يبارك لك يا ابن. فرقه باريس سان جيرمان كلها فرقه عظيمه، من الحارس للهجوم. ما اثروش في حاجه ومسكوكوا دعكوكوا بصراحه، عشان تستاهلوا لو انتوا بتدعموا بتوع الالوان. يعني مش فاهم. انتوا ما فيكوش الا راجل واحد عندنا فالفيردي. بصراحه يعني انا مش عارف يا فالفيردي انت محترم معاهم لغايه دلوقتي ازاي؟ الواد ده لو خلقه ضيق شويه وبيتكلم كانوا مسكوا كربكوا بصراحه. عندنا التاني اللي يستاهل في الفرقه كورتوا، بس بصراحه تستاهل اللي بيحصل فيك عشان انت شخصيه برضو مش مظبوط، هتخلوا الواحد يقول كلام مع الواحد مش عاوز يقوله بصراحه. وبعدين يعني يا عم الونسو، يا عم الونسو بالله عليك انت بتعمل ايه في الواد اسينسيو؟ يعني الواد اسينسيو كان، مش هقول لك ان هو كان واد جامد ومش واد جامد، بس كان في اداء، يعني كان ممكن يلعب ويأدي. يعني مش عارف انت بتستناه يستحمى بعد التدريبات ولا بعد الماتشات وبتاخده تضربه من غير هدوم ولا ايه، ولا بتضربه وهو طالع من الحمام؟ ما مش عارف انت عامل له رعب، الواد مش عارف يلعب خالص. في ايه يا جدعان؟ مش فاهمكم. إيه يا الونسو انت هتخلينا اترحم على ايام انشيلوتي؟ يعني انت نازل بخطه اساسا. انا الواحد استغرب بس قلنا نمشي وراك للاخر. يعني مش فاهم انا. الواحد الحمد لله خلاص الموسم خلص وخلص من قرفكم ده. عاوزين نشوف هتعملوا ايه الموسم اللي جاي. ابن فايزه مش هتأدي بنفس الاداء الزفت بتاعك ده، خد نفسك واطلع على امريكا دعم بتوع الالوان براحتك. ماشي. وانت يا عم حنكش بالله عليك هتلعب لي بالطريقه بتاعتك ديت مع الواحد؟ بصراحه مش واثق ان هو يعتمد عليكم بامانه، يعني لان نجيب شويه ناشئين ونلعب بيهم. وبعد اذنك يا عم الونسو، بعد اذنك فالفيردي انا مش عاوز اشوفه بيلعب باك يمين تاني. احنا ما عندناش حد في خط الوسط اصلا. بيلينجهام اللي كنا حاطين امل عليه مش عارف بيهزب بقاله موسم ولا ايه، مش هو مش بيدعم الوان الحمد لله، بس شكله بيدعم حاجات تانية مش فاهم. فانا يعني فالفيردي ما يلعبش باك يمين تاني. عندنا ارنولد وعندنا الخال رجع، يعني ربنا يبارك لك كده وشوف انت هتعمل فيهم ايه. والحمد لله ان الموسم بتاعكم ده خلص عشان الواحد قرف منكم. فلما نشوف هتعمل لنا ايه الموسم اللي جاي، ويا رب ما نشوفش القرف اللي بيحصل ده. وكويس يا الونسو ان انت خدت على دماغك ماتش 4-0 زي ده عشان تراجع افكارك كده وتشوف الفرقه ديت عاوزه ايه. ويلا اشوفكم في فيديوهات تانيه ان شاء الله. بس ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، عشان لسه في حاجات كتير قوي حلوه جايه الايام الجايه. يلا سلام.